حشد جماهيري وقناه مفتوحه، كل ده ليه؟ بسبب سداسيه النادي الاهلي في ماتش الذهاب. عاوز تعرف بتكلم على ايه؟ كمل معايا الفيديو ده للنهايه. اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها في اخبار النهارده. من فضلك كمل معايا الفيديو للنهايه لان في اخبار تهمك انت. بس قبل ما ابدا ما تنساش تنزل تحت وتعمل لايك وتفعل زر الجرس وتعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. النهارده واول خبر معايا رسميا قناه مفتوحه ناقله لمباراه النادي الاهلي وشباب بلوزداد. بص يا سيدي، الاهلي هيلعب الماتش الجاي في افريقيا قدام نادي شباب بلوزداد في مباراه العوده في ملعب في الجزائر. المباراه ستقام يوم الجمعه القادمه الساعه 9 مساء بتوقيت الدنيا. النهارده قناه الجزائريه الارضيه اعلنت رسميا نقلها المباراه، بالاضافه ان جمهور او نادي شباب بلوزداد بيحشد جماهيره للقاء مهم جدا قدام الاهلي. سداسيه مباراه الذهاب اوجعت جماهير شباب بلوزداد الجزائري، فمباراه صعبه تنتظر النادي الاهلي قدام شباب بلوزداد يوم الجمعه. وانا النهارده جايب لك تردد قناه مفتوحه 11680، هتقدر تنزل القناه على الرسيفر بتاعك بدل ما تطلع القهوه في الجو الساعه ده وتتفرج على لقاء في بيتك. وتعالى بقى اكمل لك في صفقات الاهلي. الاهلي معروض عليه اكتر من لعيب، واكيد اتفرجت وشفت على اكتر من لاعب موشح للانتقال للنادي الاهلي، لكن هنا في الفيديو ده جايب لك الصفقات القريبه جدا من النادي الاهلي. وطبعا سمعت اسم السفاح الجزائري بغداد بونجا، فالنهارده جايب لك قصه بغداد بونجا. بص يا سيدي، الاهلي في مفاوضات متقدمه، قد يكون الاهلي خلص بنسبه تخطى 99 و99% في بغداد بونجا بالنسبه للتفاصيل الماديه للاعب. يعني الاهلي خلاص يعتبر بنسبه تعدى 90% في مفاوضات قويه مع اللاعب، يعتبر خلص كل حاجه مع اللاعب. ايه المشكله؟ المشكله مع نادي الشمال القطري اللي بيلعب بيه السفاح المغربي بغداد بونجا. ايه القصه؟ الاهلي عاوز وبيضغط الفتره دي على مجلس اداره نادي الشمال القطري للتعاقد رسميا مع اللاعب. ايه اللي موافق القصه؟ ان نادي الشمال بيقول لك ان انا في المركز الخامس في الدوري القطري، فمن فضلك سيب لي اللاعب بتاعي لحد يناير. انا منفتح جدا لفكره بيع اللاعب ليك، لكن انا النهارده مش هقدر اديك اللاعب وانا بنافس في مراكز مش متقدمه. فالنهارده بيقول للاهلي سيب لي اللاعب لحد نهايه السنه وخده ببلاش. لكن الاهلي مش بلاش يعني مبلغ مال، لكن النهارده انا محتاجه. لكن الاهلي بيضغط بقوه لاقناع نادي الشمال القطري انه يسيب له اللاعب. هل هينجح الاهلي في الفتره الحين؟ لسه عندك اتحاد القوى طول المده لحد اعتقد 8/2 القادم عشان خاطر ايه؟ في انتقالات الشتويه. لو نجح الاهلي في اقناع مسؤول نادي الشمال القطري فما تفتكرش الموضوع صعب، عشان هتصحى منهم تلاقي رسميا بغداد بونجا لاعبا في صفوف الاهلي المصري. تاني لاعب من اللعيبه المرشحه والقريبه جدا من النادي الاهلي هو اسامه الادريسي، لاعب نادي باتشوكا اللي كان بيلعب قدام النادي الاهلي في مباراه كاس الانتر كونتيننتال. بص يا سيدي، في بعض الاخبار اللي بتقول لك ان بعض التقارير الصحفيه بتقول لك ان صعب اسامه الادريسي يبقى موجود في النادي الاهلي الفتره القادمه بسبب ان مسؤول النادي بتاع باتشوكا هيطلبوا مبلغ يتعدى ال 2 مليون دولار. لكن بعض التقارير الصحفيه اكدت ان الاهلي خلاص قرب قوسين من ادنى للتعاقد مع اسامه الادريسي في صفقه لا تتعدى قيمتها مليون دولار. لكن كل ده هيبان، لان انا قلت لك لسه فتره بعيده والاهلي عنده محترفين هنتكلم عنهم قدام. فهل هيروح على البيركس تاو مع رفع اسم رضا سليم من القايمه؟ هكمل لك، فمن فضلك كمل معايا ده للنهايه. فبالنسبه بقى للصفقات المحترفين الموجودين في النادي الاهلي، طبعا اصابه رضا سليم المفاجئه للنادي الاهلي وبضاره النافعه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان رضا سليم من ساعه ما لبس شريط النادي الاهلي ما بيقدمش الاداء المرجو كلاعب محترف زي سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك، ودي حقيقه تقال لان رضا سليم ما قدمش كل اللي بيلعب بيه مع النادي الاهلي او مع شريط النادي الاهلي، سميها زي ما انت عايز تسميها. فالنهارده بعد اصابه رضا سليم النادي الاهلي ومجلس الاداره عنده فكره انه يرفع، وعملها قبل كده مع اللعيب التونسي علي معلول، فبيفكر مجلس الاداره برفع اسم رضا سليم من قائمه الفريق، لان اصابته بعض التقارير الصحفيه قالت لك ان اصابه رضا سليم قد تتعدى 6 شهور. فمجلس الاداره زي ما عمل مع علي معلول بيدرس حاليا رفع اسم رضا سليم من القائمه، وده بنسبه تتخطى 99% رضا سليم هيكون مرفوع مقابل النادي الاهلي وهينضاف مكانه لعيب اجنبي لتدعيم صفوف النادي الاهلي الفتره الجايه. وبالنسبه للعيبه المصريه وخط الهجوم عندك لاعبين قد يرحلوا النادي الاهلي في شهر 1 القادم، اهمهم لاعب النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي هترمي وراه 100 قله و100 زي. رسميا نادي السواحلي الليبي بيعمل ايه؟ بيقدم عرض رسمي للنادي الاهلي للتعاقد مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، والعرض ده رسمي موجود على ترابيزه مجلس اداره النادي. طب ايه الكلام الموجود؟ ان نادي السواحلي الليبي طلب عرض باستعاره محمود عبد المنعم كهربا لمده 6 شهور بقيمه
قدرها 350,000 دولار. طب ايه اللي موجود؟ وفي بند بقول لك هيرموا وراه 100 قله والله، بند بعقية الشراء بمبلغ 750,000 دولار، 1000 دولار انا اسف، مبلغ 750,000 دولار. فمجلس الاداره الاهلي يتجه للموافقه بسبب المشاكل اللي بيقدمها كابتن محمود عبد المنعم كهربا. وانا قلتها لك قبل كده، هي ما هي الا عقليه، العقليه هي اللي بتحكم. الراجل ده والله العظيم كان عنده مهاره تخليه هو المهاجم او الوينج على الاقل الى اساس النادي الاهلي، لكن هي العقليه والانشغال مع الجمهور، ودي اخرتها ودي نهايتها، ومعروفه لعيب اللقطه يبقى خارج اي نادي كبير. اللاعب الثاني وهو صدمه ليك كاهلاوي وصدمه برضه ليك كزملكاوي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لاعب كنت اتمنى اشوفه بتشيرت نادي الزمالك، لكن القدر كتبه لاعبا للنادي الاهلي على الاقل الفتره دي. رسميا عمر الساعي بيطلب من مجلس اداره النادي الاهلي الرحيل. اللاعب اللي انا وانت عارفين انه جه النادي الاهلي على غير رغبه المدير الفني مارسيل كولر، لكن انا عارف ليه وانت عارف ليه، واقولها لك ومش هكون خواف. عمر الساعي الاهلي اتعاقد معاه خوفا من انتقاله لنادي الزمالك، لان عمر الساعي كان بيقدم موسم حلو جدا مع الاسماعيلي. فكره ان اللاعب ده يكون اضافه لنادي الزمالك فكره مرعبه للبعض، لان عمر الساعي لو كان موجود في الاسماعيلي في نادي الزمالك كان هيبقى انفار، لان النهارده كولر مش مقتنع باللاعب. مجلس الاداره ضمه زي ما قلت لك عشان خاطر ما يروحش نادي الزمالك، ومش قصتها ومش موضوعنا، لكن زي ما قلت لك 3 عروض، وعمر الساعي بيتكلم مع مجلس الاداره للرحيل، لان قدامه 3 عروض ابرزها نادي سيراميكا كليوباترا ونادي مودرن سبورت وناديه السابق نادي الاسماعيلي. وسيبك من اي كلام مفس ودنك، لان نادي الاسماعيلي بيطلع لك انا مش محتاجه ومش عاوزه وي كلام هكس كله. لو عمر الساعي اصر على العوده للاسماعيلي هيروح حتى لو على سبيل الاعاره، عشان خاطر النادي الاهلي مش هيفرط فيه بيعا وخدها على بلاط. بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك بقى، ودي صفقات نادي الزمالك، فمعلش طولت عليه في صفقات الاهلي او في اخبار الاهلي، فكمل معايا صفقات واخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا بسبب سيف الدين الجزيري، الصداع الكبير اللي موجود في مجلس اداره نادي الزمالك. بص يا سيدي، لما تبقى انت عندك المشكله، وانا قلت لك قبل كده هو الغباء لما جم سموه او معنى الغباء ايه؟ قال لك هو تكرار نفس الشيء وتوقع احداث جديده. كل مره الزمالك يقدر يرجع سيف الدين الجزيري بعد الانقطاع عن التدريبات، بعد انه يتصرف في دولارات ويديها له، ولاعب مش مؤثر ومش اضافه. وقلتها قبل كده لو الناس بتفهم كانت سمعت واتكلمت وقالت من دماغها ان سيف الدين الجزيري لا يصلح للعب لا الزمالك، لكن هي دي الدنيا وناس بتقعد في اماكن اقسم بالله يعني مش عايز اتكلم كتير في النقطه دي، لكن سيف الدين الجزيري عنده مشكله بسبب مستحقاته. واللي يغيظك ان نادي الزمالك كان باعت عرض لسيف الدين الجزيري او تجديد لسيف الدين الجزيري بيقول لك اعتقد يتخطى 600,000 دولار. فايه اللي حصل؟ نادي الزمالك رجع في كلامه وجاب لك على الصراحه ومش عايز يفعل العقد ده. سيف الدين الجزيري زعلان ومنزل ستوري واتقوا مش عارف ايه كده، كاتب بوست كده والله انا فاكر مكتوب على ايه، بس بمعنى صح ان هو يعني مظلوم. انت اللي ظالمنا في الكوره وظالمنا في الملعب. ما علينا، مجلس الاداره بيتجه لانه مش هيجدد عقد سيف الدين الجزيري. واللي زعلك ان سيف الدين الجزيري ده كان جاي له عرض السنه اللي فاتت بمبلغ يتخطى ال 2 و 3 مليون دولار، لكن مجلس الاداره بيحبوا سيف الدين الجزيري عليه الله اعلم. فالنهارده سيف الدين الجزيري عندك صداع في دماغك انت مش قادر تخلص منه، لا عارف تجدد له ولا عارف تمشيه، فمن فضلك مشيه وياخد فلوسه في المحكمه زي اي لاعب وخلاص. وتكمله للكلام، مجلس الاداره النهارده بيعرض محمود علاء اللي تم فسخ تعاقده الفتره الاخيره على جوز تمهيدا للرجوع مره ثانيه. اقسم بالله انا مش عايز اقول لك صفقات نادي الزمالك الفتره الجايه تجيب يعني صداع. اخبار وصفقات نادي الزمالك اقسم بالله تجيب مش عايز اقول لك شلل لجمهور نادي الزمالك وانا اولهم. فمجلس الاداره والله انا قلت لك هي يناير، وهم خلي بالك كمان انت اصلا هتعملهم ايه؟ وانت مالكش غير النقد دلوقتي وهم مش قادرين يعملوا حاجه بسبب مفيش دماغ. والله ما في دماغ، فهنستنوا يناير. لان انا بقول لك ان شكلها كلها صفقات مجانيه، صفقات كسر، صفقات كلها اللي عقودها تنتهي. فهنفرج ونشوف مجلس الاداره عمال يوعي الجماهير ازاي بصفقات ومش عارف ايه، والجنرال احمد سليمان اللي احنا تعاقدنا ايه اللي احنا ساندناه كتير. هنشوف الفتره الجايه هيحصل ايه، وانا مش عايز اطول عليك وانا هنا وصلت للنهايه. اتمنى لو كنت وصلت معايا النقطه دي تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.